حمراء هتحط له لايك واشتراك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه لازم نعمل الفيديو ده. اول بطيخه نشتروها السنه دي، مش عارفين هو الحلاوي بقى احمر ولا لسه حلو ولا وحش، فقلنا ايه نفتتحها معاكم كده. ومالك بيقول لكم لو طلعت قرعه ايه؟ هتحط له لايك. لا مش هيحطوا لايك. لو طلعت حمراء هتحطوا لايك. تحط لايك واشتراك. ومالك عايز يكتب اسمه على البطيخه. عادل مش مهم، عادل كبر بقى خلاص الشارع معاه، بس هنكتبه لمالك اسمه على البطيخه عشان مالك ايه بيبقى فرحان لما بيشوف اسمه مكتوب على البطيخ. زي كل سنه الفيديو ده بتاع كل سنه لازم نعملوه طبعا. ايه ليه يا ام مالك؟ والله بنفرحوا الولاد، بنجبروا بخاطرهم. احنا في ايام عيد وايام حلوه، هي ربنا يجبر بخاطر الجميع يا رب ويصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين اجمعين. وطبعا ما تنسوش يا حبايبي تقولوا لنا كده بتتابعونا منين، وتحطوا لايك حلو كده عشان خاطر مالك. مالك قال لكم لو طلعت حمراء حطوا لي ايه؟ لايك. يلا هنكتبوا عليها اسم مالك اهو. فاضل اللام والكاف. فاضل ايه يا كوكا؟ لام والكاف. انت فرحان؟ ايوه يعني مبسوط؟ شعلرة. عادل قلش عليك اهو. شفت بقى عشان انت كل شويه تقول لنا ايه ماما بتحبيني، اقول لك اه وقول شعلرة. تقول لي عادل اللي عملها فيك زي انت بتعملها فينا. الله. وكتبنا عليها اسم مين؟ مالك. اسم مالك. وكتبنا عليها اسم مين؟ مالك. ربنا يفرح مالك ويسعد مالك ويخلي مالك ويبارك في مالك ويكبر بخاطر مالك يا رب ويشفي عافيه. اهي وكتبنا عليها اسم مالك عشان مالك يبقى فرحان. ايه رايكم؟ كل سنه مالك لازم يكتب على البطيخه على اسم. ها نفتحه؟ ايوه. تشوفوها ايه؟ من عند مالك ولا منين؟ لا من عند مالك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. سمي الله يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي الله. شيل ايدك. حمراء. متوقع ايه؟ حمراء. وانت متوقع ايه؟ ها محدش يبص. قرعة. محدش يبص. قرعة بجد؟ انت شفتها؟ حمراء. بجد والله. انت متوقع ايه؟ اوعى يا كوكا ايدك. يلا نفتحه. يلا. سمي الله. سمي الله. سمي الله. ايه مش حلوه يعني، ولا حمراء ولا قرعه. هي ايه؟ بامبا حلوه نص نص. ماشي حال ماشي حال. ما تزعلوش نفسكم، ده احنا لسه اول مره نجيبه يا ولاد. مش كده يا كوكا. استنى هنقطع لكم هنا. احنا لسه اول مره يعني. البطيخ يا دوب شفناه في العيد بس ما عرفناش نجيبه، كان عندنا فرح وما كناش راضيين. جبنا ايه؟ فاكهه كده ايه عاديه يعني، جوافه موز خوخ حاجات دي، كانتالوب. البطيخ بقى لسه اول مره نجيبوه، ويا رب بس يطلع مسكر. يا رب يطلع مسكر. دوق كده يا عادل. ده فيها بذرة مسكره. طب هي لونها بامبا بس عادل بيقول مسكره. الحمد هاتي لله. يا ماما هاتي. والله مسكرة. طب والله زي العسل، مش خساره فيها الفلوس. هي بامبا ومش مرمله كده زي الاحمر المرمل اللي احنا بنجيبوه، بس مسكره. بألف هنا وشفا. دينا فرحنا العيال. اسعار البطيخ بقى يا جماعه السنه دي نار نار نار. عايزه نقول لكم الاسعار. البطيخه دي ب 100 جنيه، الكيلو ب 15 جنيه، دي 6 كيلو وشويه ب 100 جنيه. في طبعا اكبر بكتير يعني، في بطيخه عامله 150، في عامله 200. انت بتنقي الوزن اللي انت عايزاه يعني بالايه على قد فلوسك. الوزن اللي انت عايزاه على قد فلوسك بتنقي يعني. مش شرط ايه، مش شرط مثلا تاخدي بطيخه ب 200 ب 300. ما في بطيخه 10 كيلو ب 150، في 15 كيلو. شيلوا البذر يا عادل، شيلوا البذر. انت بتاخدي بقى على حسب اللي انت عايزاه. انا قلت له انا عايزه واحده في حدود 100 جنيه، فاداني دي 6 كيلو وشويه، قلت له ب 15. وعلى فكره بصوا يا جماعه لسه الجو محررش، بس بصوا قلبها عامل ازاي، مع ان المفروض ما تعملش كده الا في الحر. لسه الجو عندنا احنا لسه مشتيين يعني، لسه ما صيفتش للولاد اصلا. بس برضو لسه ما حلوش، لسه مش ده البطيخ يعني. نصيحه يعني ما تجيبوش بطيخ دلوقتي، اصبروا شويه بعد شم النسيم كده لما الموسم بتاعه يدخل فيه شويه كده ويحلو ويبقى احسن. بس احنا عشان خاطر ايه الولاد بيبقوا فرحانين وبيحبوه، فقلت نجيب لهم. عادل ابني بقاله اسبوع من العيد يقول لي يا ماما ايه انا عايز بطيخ انا عايز بطيخ، بس طبعا انا لسه نازله شغلي من يوم السبت، فما كنتش فاضيه ان انا ايه اروح اجيب له. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للايه
للفيديو عشان خاطر مين؟ نروح نشرب مال عشان خاطر مال. تحطوا لايك عشان خاطر مين؟ مال. وما تنسوش يا حبايبي كده تدعوا لنا دعوه حلوه من قلبكم لعل الله يستجيب لكم. وما تنسوش تشيروا لنا الفيديو ده يا حبايبي، وتصبحوا على الف خير مع الف سلامه.